مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من فيها حاجه حلوه. اكتر من 500 معرض اقليمي على مستوى العالم بيتم فيهم المنافسه، يمكن اكتر من مليون طالب سنوي على مشاريع تكاد تكون براءات اختراع. بيتم اختيار عدد منهم يمكن يصل ل 1700 وحاجه، 1757 تحديدا. الرقم ده بيسافر لامريكا، وفي ولايات مختلفه كل سنه بيقام معرض. هو المعرض الاول من نوعه اللي بيتعمل ليه علاقة ببراءات اختراع ومشاريع صغيرة للعلم والعلوم لطلبة الثانوي. بيتم المنافسة بشكل كبير جدا. الحقيقة مصريين شباب صغير مشرف للغاية عملوا حاجة زي براءات اختراع ومشاريع ليها علاقة بالأمراض، ليها علاقة بالبيئة، ليها علاقة بمشاكلنا اللي احنا بنعاني منها، وأوجدوا لها الحلول. الحقيقة احنا النهاردة هنستقبلهم وهنتكلم معاهم، لأن الجديد في الأمر مش إن احنا عندنا عباقرة وهم لسه شباب صغير، لا، الجديد في الامر كمان ان الدوله بتساهم وبتساعد بشكل كبير ومدت يد العون ليهم بشكل عملي. سافرت معاهم وتبنتهم بشكل كبير بعد ما اتعملت مسابقات كتير على مستوى الجمهوريه، سافروا بيهم لامريكا، والحقيقه خدوا مراكز محترمه جدا، سواء مركز تاني، مركز تالت، مركز رابع. النهارده هنقابلهم، هنعرف نشاطاتهم، هنعرف افكارهم، وازاي ممكن فعلا من خلال رجال اعمال، من خلال الدوله، من خلال المجتمع المدني، ان مشاريعهم تتحول لحقيقه في يوم من الايام. ازاي ممكن نساعدهم في المدرسه بحيث نسهل لهم الامور بقدر الامكان، ونشوف مشاريع تقدر تحل مشاكل مصر بشكل كبير. خليكم معانا ونبتدي اول حاجه حلوه معانا. الطلاب الحاصلين على جوائز عالمية أثلجوا صدورنا بفوزهم، ومنظومة مدارس العلوم وتفوقها ازدهرت في الآونة الأخيرة. هذا ما قاله دكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم عند تكريم عدد من الطلاب الحاصلين على جوائز ومراكز عالمية في عدد من المسابقات، مثل المسابقة التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بمنحهم شهادات التقدير. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية. احنا الحقيقة عايزين نركز ونلقي الضوء على نقطة مهمة جدا. فكرة ان شبابنا الواعد اللي عنده استعداد ان هو يدي لمصر كتير ويفيد مصر بالعلوم اللي عنده وبالاختراعات والابداع، ان ممكن الدولة تمدله ايد العون. وهو ده اللي احنا بنبحث عنه دائما. فكرة انه مش عايزين ولادنا يروحوا بره والدول الاجنبية والاوروبية تستقطبهم لبره، لان هم مش بس هيلاقوا تقدير مادي ومعنوي، لا، هم كمان هيلاقوا اللي يساعدهم بالبيانات، هيلاقوا اللي يساعدهم بالامكانيات، بالاجهزه، بغيره. فلما الدوله ووزاره التربيه والتعليم تقرر انها تساعد الشباب الصغير، الطلبه اللي عايزين يعملوا حاجه فعلا حقيقيه، والمنافسه تبقى شديده جدا جدا على مستوى اقليمي وعلى مستوى دولي، ونلاقي نتيجه مبشره بالخير، والحقيقه تخلي الواحد يبقى سعيد وبيفتخر بالشباب. فبالتالي كمان الدوله بيبقى ليها دور كبير. ده اكيد شيء بيسعدنا، وبنتمنى انه يبقى على مساحات كبيره وعلى عدد كبير جدا، مش بس كطلبه، بنتكلم كمان على الشباب اللي اتخرجوا، على الناس اللي عندها افكار حلوه، حتى لو ممكن يكونوا كمان يعني معاهم تعليم بسيط لكن فكروا في افكار رائعه وجيده جدا. ممكن ان احنا نساعدهم، سواء بقى من خلال رجال اعمال، سواء من خلال التربيه والتعليم، سواء من خلال بحث علمي او غيره. خلينا نبتدي، وهنرحب بالاستاذ نبيل يوسف عثمان، مدير عام بالاداره المركزيه للنظم والتكنولوجيا المعلومات بوزاره التربيه والتعليم. استاذ نبيل، اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا كمان نهى شكري، طالبه في تانية ثانوي. ازيك؟ ازيك يا نهى؟ مبروك. وانا شايفاكي حاطه الجايزه بتاعتك او التقييم بتاعك، فبنقول لك الاول مبروك قبل ما نبتدي ندخل في التفاصيل. الله يبارك في حضرتك. طيب استاذ نبيل، يعني عايزين نتكلم الاول على المسابقه، لان الحقيقه انا عارفه انها ليها تدريجات، والموضوع مش يوم وليله، ولا احنا جمعنا الناس بتوعنا وقلنا لهم يلا روحوا على امريكا. فعايزين نتكلم كده بالتفصيل عن المسابقه، ازاي تمت اصلا. بدانا في المسابقه دي من سنه 2005، وكانت مصر بتشارك بمشروع واحد. وكان في الاول احنا كان يهمنا ان احنا نبقى لنا وجود في المسابقات دي. الحمد لله الامور اتدرجت، بقينا دلوقتي نشارك بثمان مشروعات. في 2013 حصلنا على مركزين رابع. 2014 حصلنا على مركز ثالث. السنه دي الحمد لله رب العالمين حصلنا على مركز اول علوم بيئه.
مركز رابع هندسة بيئة، جايزة خاصة من الجمعية الأمريكية للدواء. حصلنا في مسابقة على الهامش برضو على 3 مراكز ثالث ب3 ميداليات برونزية. حصلت مسابقات على مستوى مصر الاول، على مستوى داخلي تم تصفيتهم لغايه ما وصلوا نعم. ل8 احنا مشاريع. كنا الاول السنه دي بدانا بما يقرب يعني حوالي 3084 مشروع على مستوى جمهوريه. المستوى الجمهوري. عملنا معارض محليه على مستوى الاداره ثم المحافظه، وتم تصعيد المشاريع الكويسه او المشاريع اللي طبقا كل دول طلبه طبعا، طلبه تقدير ثانوي التحكيم كلهم يعني من 14 ل 18 سنه. كويس جدا. تم تصعيدهم للفاينل فير اللي هو المعرض النهائي. كان في عندنا 3 معارض نهائيه، معرض القاهره وبيضم محافظه القاهره وما حولها من محافظات، معرض اسكندريه في مكتبه اسكندريه وضم برضو المحافظات اللي هي المجاوره لاسكندريه، ثم معرض الصعيد وتم تنفيذه في اسوان. كويس جدا. اتصعد منهم من 3 مشروعات 8 مشروعات مثلوا مصر، والحمد لله مثلوا مصر التمثيل المشرف اللي يفتخر به اي مصري. كويس قوي. الحمد لله رب العالمين. طيب هتكلم بقى معاكي نهى، قولي لي الاول على المشروع. انت خدتي مركز رابع مظبوط؟ مركز رابع في كاتيجوري الهندسه البيئيه. عايزين ناكد على فكره كاتيجوري التصنيفات، يعني الموضوع مش بس ناس بتدخل. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لما عملوا اكبر معرض المفروض ان هو للعلوم للطلبه، الموضوع مش بس الناس كلها بتتنافس في اطار واحد، لا بل بالعكس في تصنيفات، وده طبعا يعني خلينا نقول انه ده عادل، يعني التقسيمه نفسها، فكره التقسيم نفسه عادل. فانت خدتي في كاتيجوري البيئه هندسه بيئيه، وهو اصلا هم كذا كاتيجوري بس في الاخر بيختاروا اول 3 على المعرض يعني بشكل عام. كويس، لكن في تصنيفات وده برضو يخلينا بنقيم صح. مظبوط. طيب قولي لي المشروع بتاعك بقى عباره عن ايه؟ مشروعنا هو اسمه Revolutionary Desalination System او نظام التحليه الثوري. ده استخدمنا فيه تكنيك النانو تكنولوجي، عدلنا في مواد على مستوى النانو. جبنا الابحاث لحد سنه 2015 وكنا حققنا نتائج احسن. اولا الفكره، هل علشان احنا بنعاني من تلوث البيئه؟ هل علشان احنا محتاجين نوع من الطاقات اللي هي اللي بنسميها الجديده والمتجدده؟ هل الافكار دي دلوقتي عشان احتياج السوق، ولا انتوا من دراستكم حابين المجال ده اكتر؟ لا، هو احنا اصلا فكره المشروع في الاول خالص جات لنا ان احنا في مدرسه اللي هي المتفوقات. كويس. ودي بناخد كابستون، مشروع بنعمله كل ترم. فكان مشروع تبع الدوله المدرسه؟ تبع الوزاره بس هي نظام امريكي. وبيشرف علينا بعض الناس الامريكان. كويس. فاحنا الترم الاول السنه دي كان مشروعنا عن الميه، فاحنا اخترنا التحليه وفضلنا مكملين بعد ما خلصنا الترم وقيمنا عليه كمشروعنا الاول على المدرسه. فضلنا مكملين عليه انا وزميلتي اسماء. بقيت لحد المسابقه لحد حوالي 10 شهور. وطورنا عليه كتير. هو الفكره ان هو تحليه ميه بحر. احنا كنا فيه بنعالج حاجتين، قله كميه الميه بسبب سد النهضه والمخاوف وكده، وتلوث الميه. ده الفكره اللي خلتنا ان احنا نشوف مصدر هيوفر لنا ميه كتير ونقدر نخليها في الاخر ميه نظيفه. كانت ميه البحر، كان طبعا معروف ان هو اصعب حاجه ان انا اشتغل على ميه بحر. ميه مالحه. بالظبط، معروف وسط الناس اللي بيشتغلوا على الميه ده بصفه عامه. فاحنا كان فكرتنا ان احنا نطور في النانو تكنولوجي وان احنا نعمل نانو ميمبرينز، ووصلنا زي ما بقول لحضرتك نتائج لحد 2015 كانوا عالميا لسه ما حدش وصل لها. ده اللي خلينا نعمل نظام تحليه في الاخر بيستخدم تلت الطاقه اللي بيستخدموها في محطات التحليه دلوقتي. ممتاز. وبيطلع ميه مطابقه لمواصفات منظمه الصحه العالميه. ممتاز. لكن وصلتوا للنتيجه النهائيه دي بعد مده قد ايه من الدراسه؟ يعني خلال كام سنه او خلال كام شهر؟ لا، هو المده كلها اللي اشتغلنا فيها على المشروع حوالي 10 شهور. 10 شهور ده برضو رقم رائع، يعني ممكن علماء كبار ممكن يقعدوا في افكار اكتر من كده وقت. لكن عايزين نقول المدرسه ساعدتكم، ولجأتوا لوزاره التربيه والتعليم انها تساعدكم في انه امكانياتكم تبقى موجوده، لان انا عارفه الحاجات دي اكيد محتاجه امكانيات ومحتاجه هو الحقيقه أجهزة. الامكانيات وكده هي طبعا معمل المدرسه مش ما فيهوش الامكانيات اللي احنا محتاجينها لتحليه ميه. كويس. يعني هي تجارب وكده بس. انما كان المعامل اللي احنا اشتغلنا فيها كان في هيئه الطاقه الذريه، كان في جامعات زي جامعه عين شمس، الجامعات هي اللي كان شغلنا فيها. كويس. وبيساعدوكوا، ما عندهمش مانع فاتحين الابواب انه تعالوا اعملوا؟ لا ومركز بحوث الصحراء كمان يعني بصراحه. وحابه اشكر بالاخص دكتور محمد السيد ودكتور حسام شوقي ودكتور مجدي سنه، يعني كنا بنشتغل في المعامل كتير جدا زينا زي الدكاتره طبعا. ممتاز. ممتاز.
طيب يعني هرجع تاني الأستاذ نبيل، وعايزين نعرف يعني احنا بنقول دلوقتي لسه كنا بنتكلم على فكرة انه ممكن جدا تيجي دولة أجنبية تقول أنا، وبالذات أمريكا لما بتعمل يعني فكرة زي دي أو معارض زي دي بيبقى معروف إن الموضوع ليه أبعاد تانية، بيبقوا عايزين يشوفوا الشباب دي، ممكن يبقوا بيطلبوا تعالوا واحنا تحت وتبقوا تحت رعايتنا، أي طلبات هتبقى مجابة، أي حاجة هتبقى مجابة. أنتوا عملتوا إيه عشان تشدوا الشباب؟ والله هو احنا السنه دي يعني عملنا لينك كده مع وزاره البحث العلمي، مع كويس. وزاره البيئه، مع الوزارات المعنيه. كويس. وزاره البحث العلمي عشان نوفر لهم المعامل المطلوبه مم. لاستكمال الابحاث بتاعتهم. عملنا برضو الدكتور وزير بيحاول ان هو يعمل، او يعني في خطته ان هو يعمل لينك مع الجامعات الخاصه، ان هي تديهم منح يكملوا دراستهم في نفس الكاتيجوري بتاعهم، كويس. علشان يعني نجذبهم عندنا هنا. لان اتضح فعلا ان في عدد كبير قوي منهم من السنين السابقه سافروا والتحقوا بجامعات بره، وهو طبعا جميل ان يرجعوا، يا ريت يرجعوا يعني، هم ونجحوا جدا بره، يا ريت بعد ما يتعلموا او يدرسوا يرجعوا، لكن يرجعوا دي مش والله حاجة. وممكن مع بالتعاون مع يعني البحث العلمي انه يعني هو نجيب في لهم الامكانيات اللي عايزينهم، وكان حتى ما وزير يدخلوش البحث الجامعه العلمي هناك، يدخلوا الجامعه يعني هنا. كرمهم، وكان موجود معانا في احتفاليه القاهره في المعمل في المعرض القاهره، وكرم الطلبه. انا عارفه ان ومبسوط تم جدا. تكريمهم من المطار كمان يعني. ده في الرجوع، ده احنا بنقول احنا قبل ما نسافر. كمان قبل ما نسافر كويس. كان وزير يعني البحث قبل ما العلمي. ياخدوا المراكز الكبيره دي على مستوى بقى العالم، نعم، مش على وزير مستوى البحث العلمي كان موجود كويس. وشاف المشاريع وكرمهم، ويعني وهو يعني في لينك معاهم ان هو يوفر لهم كل المعامل، ان هو يعمل لينك مع الاساتذه اللي تقدر تشرف على البحوث بتاعتهم وتوجههم التوجيه. يعني في سمعنا انه كان الطلب من الدكتور محب الرافعي وزير البيئه التربيه والتعليم، انا اسفه، انه يبقى في درجات زياده، ويبقى في على اساس انه على الاقل يتساووا بالناس بتوع الرياضه. يعني كان ده في طلب، يعني هو طلب قديم لهم انه ما يبقى في تفوق علمي زي التفوق الرياضي. كويس. وده حقهم بصراحه. وده حقهم، ولكن هو كان بيتحط المعايير اللي تضمن انه ما يحصلش مجاملات، يعني اللي يكسب محلي غير اللي يكسب دولي غير اللي يكسب يعني. وبعدين في الاخر يعني انا اخر حاجه عرفتها ان احتمال ان يكون في مشروع في الثانويه العامه، مشروع تخرج يبقى عليه درجه، كويس، يبقى احنا وجهناهم لمشروع يبحث فيه. استاذ نبيل كمان بنتكلم على فكره التاجيل، يعني انا عارفه ان سياده الوزير طلب منه برضه، او الطلبه طلب منه انه ياجلوا الامتحانات. نعم. وبالذات الثانويه العامه، يمكن انتوا نظامكم مختلف كمدرسه، ممكن نبقى نتكلم في تفاصيله لانه الفكره نفسها رائعه، انه مدرسه قايمه على المشاريع. لكن كمان بالنسبه للناس الثانويه العامه عملوا ايه؟ اتاجلت لهم امتحانات على اساس انهم كانوا مسافرين في نفس الوقت امتحانات؟ هم الطلبه اللي سافروا معانا اولى وثانيه ثانوي تاجل الامتحان بتاعهم اتفضل للدور الثاني بالدرجه كامله، اللي هو الفصل الدراسي الثاني تاجل، وده القانون بيسمح لهم بكده. وطبعا هم كانوا في مهمه، او في بيمثلوا مصر في المعرض ده، وشرفوا مصر بصراحه يعني، او شرفونا. كويس جدا. بالنسبه للثانويه العامه، هو السفر والعوده كان قبل الامتحانات لسه هتبدا، فده يعني القانون هو اللي لكن هل هيلحقوا يذاكروا؟ هيلحقوا يعني ما هيبقى صعب انهم يتساووا بالناس اللي قاعده تذاكر طول الوقت؟ يعني برضو السفر والاحتكاك اكيد ده خد وقت طويل يعني. هو اكيد طبعا، اكيد هم اتفرغوا يعني هل ممكن يبقى في مراعاه بشكل ما؟ وهم طلبه متفوقين وحابين يحافظوا على التفوق. يعني هم من حقهم يحافظوا على التفوق. ولكن دايما القوانين بتقف بقى يعني عصره، ان يعني لغايه يعني المهم بس طالما السفر مش خلال الامتحانات، فخلاص ما فيش قانون يسمح بقى بانه يحصل الطريق، بالذات دي ثانويه عامه اللي هي ما نعرفش تشريع تاني. يعني لو في مجال لدراسه حاجه ممكن تبقى حالات خاصه، لان دول حالات خاصه. الوزاره ترحب بكده، لان عاوزه تحافظ عليهم. الوزير بيحاول يعمل لينك مع الجامعات الخاصه ان هو يجيب لهم منح يدرسوا في الكاتيجوري بتاعهم عشان يكملوا بحوثهم. احنا طبعا الوزير مشكور قابل الوفد، والوزير الطيران المدني فتح لنا قاعه كبار الزوار. الحمد لله الاولاد كانوا على قد المسؤوليه، مثلوا مصر تمثيل مشرف. الحمد لله انا كنت معاهم، وشرف لي ان انا كنت معاهم. كان حاجه يعني كانوا قد المسؤوليه. طب نهى، انا عايزه اعرف رد فعل الناس بقى هناك، الامريكان الاوروبيين، الاختلاط مع ناس وافكار جديده، وكنت بتشوفي ايه البحث او ايه المشروع اللي عجبك قوي وحسيتي ان ايه ده؟ يعني حتى لو مش في مجالك، حتى لو مش في مجال البيئه، مع ان انا متخيله الناس اللي بتشتغل في البيئه بتبقى اي حاجه تبع البيئه بتبقى بتثير فضولها.
فقولي لي من ناحيه او ردود فعلهم ايه، وانت رد فعلك ايه على بقيه المشاريع اللي كانت موجوده؟ هو بالنسبة لرد فعل المحكمين على مشروعنا كانوا طبعا هو ده أحد الأسباب اللي خلانا ناخد مركز رابع. مش كل المحكمين اللي جولنا كانوا سبيشال، ما كانوش متخصصين في اللي احنا في المجال العلمي. كويس. كانوا زي إداريين تبع المسابقة. فاحنا لما كنا بنتكلم مثلا 4 محكمين جولنا ما سألوش إلا سؤال واحد ومشوا، انتوا الفكرة جات لكم منين؟ فهي ما كانتش مسابقة علمية وبس. فعشان كده يعني أقدر أقول لحضرتك رد فعل المحكمين هم كانوا متخصصين بس. كان في واحد مثلا واخد جايزة نوبل، كان في واحد تاني من وكالة ناسا. هم دول اللي كانوا يعني فاهمين الموضوع كويس، فاهمينه كويس جدا. فدول لما كانوا بيسالونا اسئله متخصصه فكانوا بيقولوا لنا المجهود ده يعني مجهود كبير جدا 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 ان هو يتعمل. وبعدين هم ما سالوناش انتوا بالكم ايه، يعني هم قالوا لنا مجهود كبير ان هو يتعمل، وهناك المقارنه غير قائمه ابدا. ان انا يعني بلد ما فيهاش امكانيات، لا ما بقدرش ان هي ما فيهاش امكانيات فمدى التعب. فده في سنه ظلم ليكوا برضو، انه يعني على قد على قد قله الامكانيات، لكن انتوا عملتوا مجهود كبير يعادل ناس معاها امكانيات. بالظبط. وكمان كانوا 2 محكمين بس، فهم اللي اقروا جدا جدا بان المشروع مبذول فيه مجهود كبير، وان هو حاجه حقيقيه فعلا كعلميه. كنتوا مختارين حد فيكم هو اللي يقدم الفكره ولا يعرضها؟ لان على فكره العرض عليه نسبه كبيره يعني طريقه العرض. احنا الاثنين كنا بنعرض، بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك 2 اللي عاملين المشروع؟ انا واسماء. كويس. كنت عايزه اقول لحضرتك رد فعلي بالنسبه للمشاريع اللي شفتها هناك. أيوة. شفت مشاريع في كاتيجوريز كتير جدا. اللي لاحظته كحاجه عشان حضرتك بتسالي على حاجه سبيشال للامريكان، هو الامريكان مش العباقره ولا اينشتاين زي ما رسم لنا الصوره. لا خالص. انا كنت فاكره ان هم الحاجه التي لا تقهر، لا بالعكس، هي افكارهم كلها بسيطه جدا. كل الفرق ان التكنولوجيا اللي مستخدمينها عاليه جدا. ان هم عندهم اجهزه، يعني كنا لما نروح بعض الجامعات هنا كانوا الاجهزه دي مقفول عليها بالكراتين، والجامعات ذات نفسها بعض الدكاتره ما عرفوش ان عندهم الاجهزه دي. فهم هناك لا عندهم الاجهزه دي مفتوحه. وطلبه الثانوي قالوا لي ايه، يعني احنا مستغربين ان ما فيش علماء عندكم في المدرسه بيساعدوكم. قالوا لنا ده الهاي سكولز عندنا، يعني المدارس الثانويه بيستعينوا بعلماء كبار علماء هم اللي بيدرسوا لهم، يا الا علماء بيدرسوا لهم، يا الا ناس متقاعده اساتذه الجامعه متقاعده هم اللي بيدرسوا المدارس الثانوي، وبيساعدوهم في المشروعات معاهم من الف للياء، معرفينهم كل البيزكس معاهم خطوه بخطوه. فهم افكارهم بسيطه جدا، بس التكنولوجيا اللي مستخدمينها عاليه. كمان حاجه ان هم هناك بيحترموا كل فكره، يعني اطبق كل فكره بسيطه، يعني مش مهم هي ايه. لا انا هنا في مصر اقعد اشتغل على حاجه ممكن 10 سنين، بقتنع بالكم مش بالكيف، مش بقتنع الشغل ده قوي جدا ولا لا. حاجه ما سمعتش عنها خلاص ادام انا مستغرب لها خلاص. طب انت مش سعيده بانه الدوله مهتمه بيكم، يعني حاسه بالمردود ده، ولا انت لا مستنيه كمان اكتر من ده؟ هي مهتمه بينا طبعا، نشكر كل التكريمات. خدي بالك دي الظاهره الاولى من نوعها، يعني مش عايزين نقول الاولى من نوعها، برضو اكيد كان فيه اهتمامات من الدوله، لكن انا قصدي ان يبقى فيه الاهتمام وانتم مسافرين وانتم راجعين، المسابقات اللي بتتعمل انه بتتحطوا في مراكز اولى، انكم تاهلتوا اصلا انكم تطلعوا امريكا، دي عارفه يعني، وانه معاكم الوزاره دي محسس، يعني اكيد مدياكي نوع من الرضا ولا ايه؟ هو التكريم ده كله طبعا يعني اشكرهم كلهم عليه، وبصراحه بذلوا مجهود كبير، بس في نفس الوقت هو التكريم رغم ان هي حاجه مشجعه، رغم ان عايزين حاجه تطبيقيه. يعني هي ما حضرتك تخش مثلا مركز بحوث الدول على سبيل المثال تلاقي الاف الابحاث متركنه وعليها التراب، والبحث الواحد من دول يعني حضرتك لما تقرايه يعادل حوالي 100 بحث من اللي بيعملوه الامريكان. يعني كفكر كعقل مصري بصراحه ما فيش مقارنه. انا سعيده بيكي بالكلام ده جدا، عشان لما بنيجي نقول مصر ما بقتش ولاده، الكلام اللي بيتقال للناس المحبطه دي الواحد بيبقى زعلان، لان احنا قلنا احنا مرتبطين قوي بتربتنا بتقول، وموقعنا الجغرافي وكل حاجه بتقول ان احنا عندنا نوابغ في كل حاجه. فلما ده ما يحصلش لا نقول ان فعلا في قصور في اكتشاف النوابغ، ما فيش قصور في النوابغ نفسها، عندنا الامكانيات لكن ما عندناش اللي يكتشف. يعني حضرتك هي ظاهره برضو، بس يعني عايزين اللي يطبق. يعني احنا بنظهر وبنكرم وبنعمل يعني انت عايزه ايه نوع؟ يعني عايزين نطبق الافكار دي، عايزه اجهزه تحقق اللي انت عايزين المشاريع مثلا لما يتعملها زي مش دراسه جدوى بس، يتعمل دراسه كامله للمشاريع، واللي يستحق فعلا منها ان هو يتطبق في الواقع، يعني يكون في منظمات تطبق. في رجال اعمال وهم اللي مسؤولين، وشركات هي اللي مسؤوله عن الموضوع ده. كل انسان حابب البلد دي بدعمها. كويس قوي. واحنا بندعو البرنامج العظيم بتاع حضرتك دي عشان نخليها حلوه فعلا، بندعو كل رجال الاعمال يجوا يشوفوا احنا بنعمل مشروع عالم مستقبل. هم دولت ان شاء الله اللي هيكونوا مفتاح نهوض البلد دي وتطورها للافضل. وعالم اعتقد فاي واحد حابب البلد دي يدعمنا، وخاصة ان المردود هيبقى قوي. طبعا. يعني انا لما اعمل اختراع وبالعكس ده انا ممكن اصدره للعالم كله. هو القصة مش قصة اختراع على قد ما بيشتغلوا على مشكلة.
الطلبه دولت بيشتغلوا على مشكله، اما مشكله طاقه، مشكله بيئه، مية. مشكله ميه، مشكله تقليل حوادث طيران، تقليل امراض امراض سرطانيه، امراض، يعني بيشتغلوا على مشكله معينه. ومن خلال بياخدوا كل خطوات المنهجيه البحثيه في المشكله دي لحد ما يوصلوا. يعني ممكن تكون عندي مشكله زي السحابه السوداء والبيئه مش موجوده في امريكا، عندنا طالبه اشتغلت عليها وطلعت الاولى هنا، يعني اشتغلت على مشكله محليه بنعاني بها فيها في مصر وطلعت الاولى كويس قوي. على الكاتيجوري بتاعها في امريكا. فهي القصه مش قصه اختراعات، ده قصه مشاكل بحثيه على ارض الواقع، على احنا ارض الواقع بنعاني منها. يعني مشكله الميه دي مشكله كبيره جدا بنعاني منها. بالذات عندنا صحراء غربيه محتاجه ميه حلوه دي علشان نحليها، ولو بامكانيات بسيطه هتبقى مشروع والموضوع ده طبعا رائع. بينمى عند الطلبه اهو، يعني بيفكر في مشكله. هو الطالب عنده طاقه كبيره جدا، والطالب المصري عنده امكانيات ربنا سبحانه وتعالى اداها له، بس تكتشف ووفر لها البيئه. يعني اكتشفنا الطالب يقعد على الجهاز، على جهاز الكمبيوتر، عنده استعداد يقعد ل 24 ساعه ما يزهقش، بس ساعات بيعمل حاجات ما تفيدوش. يعني ساعات يهدر الطاقه دي في جيمز، في شات، في مش عارف، في التواصل الاجتماعي، في فيسبوك. لا، احنا عاوزين بقى كل الطاقه دي اللي حبها دي يوجهها في الحاجه اللي تفيده وتفيد بلده. صحيح. وده اللي احنا وصلنا له. التعاون بقى، اوجه التعاون مع البحث العلمي، مع وزاره البحث العلمي. وزاره البحث العلمي طبعا احنا عاوزين البحث العلمي المعامل، عاوزين البحث العلمي الاستاذ اللي يشرف على البحث ده، لان ربما نوصل لحد ما يبقاش عندنا مشرف يعني على مستوى المعلمين اللي يكمل. المشرف بيحطهم، يعني المشرف ده جاي بيتدرب الاول، هو معلم بتاعهم كويس، بيبقى ميسر لهم، جاي بيوصلهم ان ازاي يبحثوا، ازاي يوصلوا لحد ما نوصل لدرجه بقى في تطور البحث بتاعهم. لازم نحتاج استاذ متخصص في المجال ده يساعده. قولي لي الخطوات اللي جايه، ناويه تعملي ايه؟ لان عاده اللي بيفكر في مشروع بيبقى عايز يكمله، عايزه يظهر على ارض الواقع. هل انت خلاص بتقولي الكوره مش في ملعبي دلوقتي، والموضوع في ايدين رجال الاعمال، الموضوع في ايدين الوزارات المختلفه ان يحصل تنسيق بينهم والمشروع يتم فعلا، ولا لا انت لسه في حاجه بتشتغلي على نفسك وتشتغلوا على المشروع نفسه بحيث ان هو يبقى بيوفر اكتر كامكانيات، انه يبقى سهل التنفيذ؟ يعني الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه بالنسبه للمشروع احنا كنا عايزين نخليه كله اوتوماتيك، بحيث ان هو ما يبقى يطبق، يعني لو طبق فعلا ان هو يبقى سهل جدا كاستخدام اليوزر ليه، يعني كمحطات تبقى محطه حقيقيه. ان هو تيل ناو يعني هو مشروعنا الخطوه دي طبعا في حاجات مانيوال في النص، فاحنا كنا عايزينه كله يبقى اوتوماتيك. كويس، وده اللي بتشتغلوا عليه دلوقتي كمشروع انه ده بعد الامتحانات ان شاء الله المفروض الامتحانات اللي جايه. ممتاز. ده محتاجين فيه امكانيات، محتاجين فيه مدرسين متخصصين، لان انت كده بقى خرجتي من فكره البيئه للميكنه، يعني ده موضوع او البروجرامنج اذا كان هتستعملي فيه برامج معينه، فده عايز ناس متخصصه فيه، ولا انتوا تقدروا تشتغلوا فيه كفايه؟ هو الحقيقه ان احنا لسه هنقرا واكيد هنحتاج ناس متخصصه فيه. يعني انتوا محتاجين ناس متخصصه، عايزين بس نحطها نقط كده بحيث لو حد من المسؤولين سمعنا، واحنا معانا برضو مسؤولين كلهم اهو، فبالتالي يعني يبقى النقاط دي يعني تبقى موجوده بقى، يعني عايزين نحلها. عشان هرجع تاني اقول مش عايزين ولادنا يروحوا بره، عايزين كل الامكانيات تجي لهم لغايه عندهم، ويبقى الامور متسهله لهم خالص، ويبقوا نوع من الاستثناءات، خارجين عن القانون شويه او خارجين عن المتعارف عليه، لان هم بيعملوا حاجه هتفيدنا كلنا. فعشان كده بقول لك حطي لي 1 2 3 انت محتاجه. تمام. هو اول حاجه ان احنا محتاجين طبعا اجهزه بروجرامنج، يعني صعب شويه ان احنا نلاقيها في مصر، محتاجين تستوردوها من بره؟ لا مش نستوردها، ممكن تبقى موجوده في بعض الجامعات مثلا. مش نستوردها، هي محتاجين بس ان احنا الاكسس للمراكز البحثيه اللي نروحها، بحيث ان احنا محتاجين اي حاجه نلاقيها مجرد دخول. ومحتاجين ناس تانيين، تاشيرات دخول سهله دي. ومحتاجين ناس تانية، ناس في البروجرامنج تساعدنا. كنت اشتغلت اردوينو، اردوينو بس على الاردوينو ده حاجه بيتعمل لها بروجرامنج كويس، بس يكون على محطات ميه، مش يكون على وده يعني ده بس تصاريح كلها وتصاريح دخول الاماكن اللي انتوا عارفينها بعينها، انه بس تدخلوها يبقى مسموح لكم تدخلوها. طيب ده من ناحيه، والاماكن لما احنا ندخلها يبقى لنا برضو اكسس ان احنا نشتغل على الاجهزه. هو انا ممكن اطلب مطالب تانية بس بعيد شويه عن نطاق مشروعنا. بالنسبه لنطاق المشاريع كلها، يعني هو انا بطلب يعني ان المشروعات يعني لو يبقى ليها فعلا جزء من الدرجات في كل مدارس الثانوي، نظامنا مدارس الستم ده
يطبق يعني على اغلب مدارس الثانوي لو هو متاح، مش مجرد ان انا انشئ مدرسه واثنين وثلاثه وبس. نوع بتتكلم عن التطبيق بقى، التطبيق محتاج علوم تانية تخش معاه. اه صحيح. يعني مش يعني هي مش هندسه بيئه بس، مم. انا محتاج الكترونكس، محتاج طبعا كمبيوتر كمبيوتر، محتاج وبروجرامينج. علوم، كل العلوم دي علشان اقدر اقلل التكلفه واوصل للمطلوب او انها الهدف. تحوله لاوتوماتيك بالظبط. بقى، ما يبقاش فيه بالظبط، هي حابه طبعا ان مشروعها يطبق، ما يبقاش مجرد على ورق يعني. بس اما مشاريع المدارس فهي مدارس قائمه على التعليم، قائمه على المشروع. هو طبعا يعني هخلي حضرتك تكمل، بس انا اللي قصدي عليه ان هم لما يمكن هم في مصر ما كانوش حاسين ان في حاجه، بالعكس كانوا سعداء. لما سافروا واحتكوا بدول اوروبيه هم عندهم يمكن نص الذكاء بتاع المصري، لكن ممكن يكون بنص الذكاء ده قدروا يطلعوا. هم كانوا ند بره يعني هم احنا كان حقيقي. زمان بنروح كانوا لكن مش ند في الامكانيات. لا لا بس هم يعني مشاريعهم فهو ده بقى اللي هم بيحلموا بيه، الطلبه يعني هم رجعوا اليابانيين عندهم والطلبه الامريكيين بيجوا يتفرجوا عليهم، بيجوا يشوفوا مبهورين بمشاريعهم، وكانوا بيشوفوا المحكمين كتير يجوا لهم فيبقوا حابين يعرفوا دي دولة يعني الحمد لله كان الوضع مشرف. انا استاذ نبيل باكد على الحكايه دي ليه؟ لان الحقيقه صادف على حظي، يعني ان انا عملت لقاءات مع عدد من العلماء الصغيرين، ويمكن اخرهم ودايما بحكي عنه هو دكتور هيثم تقريبا، انا اسفه مش قادره افتكر اسمه، بس هو عنده 23 سنه ومعاه دكتوراه، والحقيقه اللي ماسكه رجل من رجال الاعمال الكبار في مصر، ومتبنيه يمكن من ثانوي، ابتدى ياخد من كتر ما هو الولد ذكي، ابتدى بينط سنين سريعا جدا لغايه ما خد دكتوراه، واخدها من بره مش من مصر. والحقيقه الولد هو بيعمل حاجه اسمها كومبيوتنج، كوانتم كومبيوتنج، ده هيبقى الطفره على مستوى العالم. لو خرج البحث ده من مصر، مصر ممكن يحصل لها نقل يعني بشكل كبير لو خرج المشروع ده من عندنا. نفسه يرجع مصر، حلم حياته انه الامكانيات دي، رغم ان رجل الاعمال نفسه بيقولوا لا كمل تعليمك وبعدين ارجع فيد مصر بالله، لكن هو الولد عايز يكمل، الدكتور عايز يكمل شغله في مصر. ليه؟ لان الحقيقه اللي انا شفته انه وعملت كذا لقاء، المستشارين اللي كانوا في مع الرئيس ومن ضمنهم قابلت كذا شخصيه، الحقيقه هم خبراء مصريين ولكن هم معاهم جنسيه بره، لما جايبينهم دفع لهم مبالغ كبيره علشان نجيبهم وناخد من وقتهم، لان وقت طبعا قيم جدا. اللي زعلني ان هم كانوا موجودين في مصر وكانوا بيطالبوا ان عايزين مساعدات، عايزين اجهزه، طب ادونا حتى فلوس، طب افتحوا لنا البيبان، طب ادونا تصاريح، مفيش ولقوا انه البيبان مقفله فابتدوا يروحوا كان عندهم حق. وبعدين جايين احنا دلوقتي ندفع لهم بمبالغ طائله عشان نستعين بخبرتهم. فهو ده اللي انا نفسي نتفاداه، ان احنا نستغل الشباب. احنا دلوقتي يعني احنا اللي هو الدكتور وزير لما كلموا الطلبه قال لهم انا هعمل لكم لينك مع الجامعه والجامعات الكبيره بحيث تكملوا هنا، ما تروحوا يعني تكملوا نفس الكاتيجوري هنا، يبقى تحت عين ويبقى موجود يستفيد به. هم دولة الميموري بتاعهم فاضي، يعني ما عندهمش مشاكل، يعني لما بيركزوا في حاجه يجيبوا نتيجه غير الكبار، واحنا حاسين بكده يعني. وعندهم الحمد لله ذكاء فطري، يعني بيلاحظوا حاجات احنا ما بنلاحظهاش، بيلاحظوا حاجات بسرعه وبينفذوها، يعني حاجات جميله جدا. وبصراحه لازم احيي الدوله، لان انا برضو مش عايزين نغفل خالص ان ليكوا دور، ودور احنا ما كناش بنشوفه قبل كده، ما كناش بنشوف يعني اي مساعدات. هو حكايه البحث العلمي دي انا في الجامعه انا ما فهمتش يعني ايه بحث ومنهجيه البحث لو انا في البكالوريوس. هم عندهم طلبه دلوقتي من اعدادي او من اعدادي بيفهم منهجيه البحث، يعني يقدر يوصف مشكله ويعرف ويفرض فروض معينه لحل هذه المشكله، ويحلل هذه الفروض ويجربها، يعني عارف منهجيه البحث، يبقى انا حطيته على الطريق الصح. صحيح. بشكرك استاذ نبيل يوسف عثمان، مدير عام بالاداره المركزيه للنظم والتكنولوجيا المعلومات بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا. واحنا هنبقى بنتابع معاكم بحيث نشوف ايه الجديد، عملتوا ايه للشباب، ايه اللي تم، لان الحقيقه ده حاجه اكيد هتخلي الوزاره كمان متميزه جدا بشغلها. الحمد لله. اتجاه الوزاره التكنولوجي ده عام اهو النتيجه، احنا دولة الاوتبوت بتاعنا، ده الريزلت، دي النتيجه بتاعتنا الطلبه دي، وفي زمايلهم كتير، يعني بقول لحضرتك ما يقرب من 4 لسه معانا الفقره الثانيه برضو زمايلها، فهنتكلم اكيد معاهم. انا بشكرك يا نهى، وبقول لك عايزاكي تبقي متفائله ومتحمسه وفخوره بنفسك زي ما انت فخوره كده انك انت رحتي هناك شفتي دماغهم، ان هم لا مش هم دول مش بس امريكا، انا بتكلم على مستوى اوروبا كلها. المصري فعلا متميز بس عايز المساعدات. فانا بشكرك نهى شكري، ثانيه ثانوي، ان شاء الله يا رب تبقي معانا هنا
وتقولي ان حصل بقى المشروع بقى على ارض الواقع وبيصنع وبيتم التنفيذ بيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم، شكرا. خليكم معانا هنكمل فقرتنا وتاني